السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد مقدمة عن كل من الليشمانيا والتربانوزوما. هتساعدنا جدا في فهمهم. في البداية، كل من الليشمانيا والتربانوزوما هما بينتقلوا بواسطة الحشرة أو البعوضة اللي بتجرس الإنسان، فبيروحوا للدم، وفي الدم هما بيدخلوا بيهاجموا الخلايا المناعية. فعشان كده بتلاقي إن مناعة الإنسان ده ابتدت تضعف، وابتدى يتعرض لمشاكل تانية خطيرة وكمان ده بيجي مناسب ان يتهاجم بيه خلال البكتيريا ويتسبب في مشاكل واضرار اكتر واكتر. في البداية الليشمانيا والتربانوزوما بنقول عليهم الهيم فلاجيليت. يعني ايه اصلا الهيم؟ هيم يعني موجودة في البلد، اما فلاجيليت ان هي موجودة اهداب فيها عشان تساعدها على الحركة. فلو اخدنا اول شكل كده من الليشمانيا، واللي بيكون موجود في البعوضة او الحشرة اللي هتجرس الانسان، في البداية كده هي بيكون في الحشرة دي موجود فيها البرومستجويد بتاعة الليشمانيا. فالبرومستجويد بتاعة الليشمانيا ده لو أخدنا الاستراكشر بتاعه كده، فالاستراكشر بتاعه هو النيوكلاس ده، والنيوكلاس دي بتكون فيزيكولار نيوكلاس. طيب ليه بتكون فيزيكولار؟ لأن هي دايما بتتحرك، فهي دايما اكتف، عشان كده هي فيزيكولار. وكمان فيها كمان الكاينيتو بلاست ده اللي بينقسم وينقسم عشان يدينا الفلاجيليت ده اللي هيتحرك بيه البرومستجويد اللي بتكون في البعوضة. وبمجرد ان البعوضة دي راحت جرست الانسان ده، فبتديله البرومستجويد اللي بيروح في البلد بتاع البيشنت ده عشان يتحول لما يدخل في الماكروفاج الى الامستجويد، ويبدأ يتكاثر في العدد بتاعه. ولما يتكاثر بعدين من كتر التكاثر وان الخليه اتملت بتاعه الماكروفاج دي اتملت بكميه كبيره من من الامستجويد، فبيجي يحصل لها ربشر. ولما يحصل لها ربشر بقى الامستجويد ده يتحرر ويروح بقى يصيب ماكروفاج تاني، فتبدا بقى العمليه مستمره بهذا النسق. فانت متخيل كده كميه الماكروفاج اللي اصابتها هتصيبها وهي هتسبب فيها ضرر، وهتخلي المناعة بتاعة الإنسان ده أو البيشنت ده خلاص اتدمرت. فده هيكون وسط كمان إن هو يتصاب ببكتيريا تاني ويحصل له سكندري بكتيريا انفكشن. أما على التربانوزوما فنفس الحوار برضو، الأبيمستوجويد ده اللي بيكون موجود في البعوضة أو الحشرة اللي هتجرس الإنسان ده، نفس الاستراكشر بتاع برضو البريمستوجويد ان هي فيها الكاينيتو بلاست اللي بينقسم عشان يدينا الفلاجيليت، وده النيوكلاس اللي برضو بيكون فيزيكولار لان هي بتتحرك كتير. لما اللموسه او الحشره دي بتجي تجرس البيشنت ده، فبتديله بقى الابيمستوجويد اللي بيروح للبلد، وفي البلد بقى بيبدا يعوم ويتحول الى التربومستوجويد. التربومستوجويد ده مش بيقدر يدخل جوه الخلية عشان وبيفضل بره الخلية بتاعة الماكروفاج، يعني هو بيفضل يعوم في البلد وخارج الخلية. بينما الليشمانيا بنقول عليها ان هي دايما داخل الخلية، عشان كده احنا بنقول عليها اوبليجيت انتراسيلولار. اما احنا بنقول على التربانوزوما ان هي بتكون موجودة اكسترا سيلولار، يعني موجودة في البلد. يبقى كده لازم نتفق ان احنا كده الليشمانيا موجودة اوبليجيت انتراسيلولار. فلما بتدخل بقى التربومستوجويد ده بيكون اكسترا سيلولار، وبعدين بيفضل يسبب المشاكل اللي هنعرفها خطوة بخطوة. أما عن دورة الحياة بتاعة الليشمانيا والتربانوزوما، فهي بتبدأ بإنسان، والإنسان ده بيكون مش مصاب بأي حاجة، يعني إنسان كده هيلسي ومفهوش أي مشكلة. ولكن بتجي الحشرة أو البعوضة اللي هي الفيميل ساند فلاي، وبالأخص الفيميل، لأن هي بتكون حاملة للإنفكتيف ستيج بتاع الليشمانيا أو التربانوزوما. طيب الفيميل ساند فلاي دي بيكون موجود منها نوعين. نوع موجود في عالمنا القديم اللي هو الفلوبوتوماس، والفلوبوتوماس ده لما اقول لك عالمنا القديم يعني اقصد اوروبا واسيا وافريقيا. ونوع موجود في عالمنا الجديد اللي هو لوتزومايا اللي هو موجود في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طيب الفيميل ساند فلاي دي موجودة فيها الانفكتيف ستيج بتاع الليشمانيا والتربانوزوما. طيب الانفكتيف ستيج بتاع التربانوزوما هو اسمه الايبي ميستيجوت. الايبي ميستيجوت ده اللي بتاع التربانوزوما بيكون موجود في الفيميل ساند فلاي، بينما الليشمانيا بيكون موجود فيها الانفكتيف ستيج اللي موجود في البعوضة دي اللي هو البرو ميستيجوت. اللي لما البعوضة دي
تاجي وتجرس البيشنت ده، خلاص بقى هي هتنقل له كل من البرومستيجويد والإبيمستيجويد. زي ما اتفقنا ان هم هيدخلوا في البلد، ولما يدخلوا في البلد فالإبيمستيجويد خلاص بقى بتبدأ تتحول إلى التريبومستيجويد اللي بتبقى اكسترا سيلولار وخارج الماكروفاج مش داخل الماكروفاج، وبتفضل بقى خارج الماكروفاج وبتسبب المشاكل. اما بقى ناجي هنا بتاع الليشمانيا اللي هو البيرومستيجوت، فبتاجي بعدين الماكروفاج بقى عشان تعمل عملية البلعمة. فلما بتعمل له عملية البلعمة وتجي تبتلعه فبتدخل فيه وتتحول إلى الأمستيجوت. لما بتدخل جوه بقى ويتحول للأمستيجوت، الأمستيجوت بقى هنا بياخد فرصته بقى وإيه، بيفضل عايش عادي جوه الماكروفاج وما بيحصلوش أي حاجة ولا بيتأثر بأي إنزيم موجود داخل الماكروفاج. يجي هنا بقى يبدأ يتكاثر بشكل عادي، يبدأ يتكاثر ويزيد في العدد لحد ما يخلي الخلية بتاعة الماكروفاج دي مش قادرة تتحمل العدد ده ويحصل لها ربشة وتنفجر. لما بيحصل لها ربشة بتاجي الأمستيجويد اللي العدد الكبير اللي اتكون في الماكروفاج ده بيبدأ ينتشر ويروح لخلايا ماكروفاج تاني ويصيبها ويسبب مشاكل في خلايا ماكروفاج تاني ويسبب ضرر في الخلايا التانية. طيب الخلايا بتاعت الماكروفاج دي بتروح بقى، هو الليشمانيا ده بيحب الأعضاء اللي بتكون البلط. زي إيه بالظبط؟ بيحب مثلا يروح للليفر، يحب يروح للبون مارو، يحب بعدين يروح ممكن للسبلين أو يروح للليمف نود. بيحب الأعضاء اللي هي بتكون البلط وبيسبب بقى فيها المشاكل ويفضل يسبب الأضرار بتاعته. فيجي بعدين كده الإنسان ده يبقى كده في سواء محمل بتريبومستيجويد أو الأمستيجويد ده اللي موجود في الماكروفاج. فلما تاجي بعدين الفيميل ساند فلاي وتاجي تجرس الإنسان ده، فتاجي تاخد بقى سواء هتاخد الأمستيجويد بتاع الإشمانيا أو تاخد التريبومستيجويد بتاع التربانوزوما عشان يتحولوا في جسمها لكل من البرومستيجويد أو الأبيمستيجويد اللي لما تقدر بكده ان هي تجرس انسان تاني وتعدي الانسان ده وتصيبه بالاشمانيا او تصيبه بالتربانوزوما. طيب بكده احنا عرفنا كده اللايف سايكل. فبعد ما عرفنا اللايف سايكل كده في تفاصيل مهمة ان احنا نعرفها. مين هنا الديفينيتيف هوست؟ الديفينيتيف هوست هنا الانسان، هو هنا اللي اتجرس وهو هنا اللي اخذ العدوى وهو هنا اللي اخذ الديزيز وحصل له المشاكل. بينما هنا مين الفيكتور؟ مين الناقل هنا؟ مين اللي أخذ وكان في الانفكتيف ستيج؟ طبعا الفيميل ساند فلاي. طيب من خلال ايه حصل المود اوف انفكشن؟ من خلال البايت بتاعت الفيميل ساند فلاي اللي حصل للهيومن. طيب هنا نقدر نقول مين الانفكتيف ستيج؟ الانفكتيف ستيج يعني زي ما اتفقنا اللي دخلت جوه جسم الانسان وسببت له المشاكل اللي كانت اصلا في الفيميل ساند فلاي اللي هي البرومستيجوت والابيمستيجوت. طيب مين هنا الدياجنوستيك ستيج؟ الدياجنوستيك ستيج هنا هي كل من الامستيجوت والتربومستيجوت. طيب ليه؟ طيب لان هي طبعا انا لما اجي افحص كده البلد واخد منه عينه واجي افحص واشوفه بالميكروسكوب بلاقي الخلايا دي قدامي، لان انا طبعا خلاص ان على ما دخلت البرومستيجوت والابيمستيجوت بيروح يتحول على طول الى الشكل الثاني بتاعهم داخل جسم الانسان زي ما اتفقنا. أما عن الليشمانيا فالليشمانيا هنا بتتكون من نوعين. أول نوع فيها هو الكوتينيوس ليشمانيزيس، والكوتينيوس ليشمانيزيس دي هي الليشمانيا الضعيفة اللي لما بتهاجمها الماكروفاج كده فهي بتروح تقعد تحت الجلد فبتسبب مشاكل تحت الجلد. أما النوع الثاني هي الفيزرال ليشمانيزيس، والفيزرال ليشمانيزيس ده بيروح للريتيكولار اندوثيليوم سيل وبيسبب مشاكل فيها زي الليفر زي البون زي الاسبلين والليمف نود. طيب في البداية كده هو بيسبب ديزيز مهم هو البلاك فيفر أو ممكن نقول عليه الكالا أزار. طيب ليه سموه كلمة بلاك؟ لأن هو بيعمل بطش سودا كده على الجلد. طيب ليه بلاك فيفر؟ فيفر لأن بيبقى فيه حمى وارتفاع في درجة الحرارة في الفيزرال ليشمانيزيس. بالإضافة لكده كمان إن إحنا زي ما اتفقنا كده في الفيزرال ليشمانيزيس خلاص بقى هو بقى دخلت بقى جوه الماكروفاج وشغالة تعمل ربشر في الماكروفاج فشغالة تضعف في جسم الإنسان.
جسم الإنسان خلاص بقى المناعة بتاعته قلت وضعفت، فده بيعرضه أكتر إن هو يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن. وبالإضافة كده الليشمانيا دي كده بنقول عليها كده هي الليشمانيا دونيفالي كومبلكس، لأن هم عبارة عن 3 ليشمانيا كده بيكونوا موجودين في جسم الإنسان، وبيكونوا متوزعين على حسب الدول والمناطق اللي متوزعين فيها. طيب زي ايه بالظبط؟ زي الليشمانيا دونوفاني اللي بتكون موجودة في باكستان، زي تايلاند، زي الصين. وكمان ليشمانيا شاجازي واللي بتكون موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. والليشمانيا انفنتم ودي اللي بتكون موجودة في الدول البحر المتوسط بعض الدول الأفريقية. بالإضافة لكده كمان التربانوزوما، فالتربانوزوما بتتقسم إلى نوعين، في منها اللي بنقول عليه الأفريكان تربانوزوما، وفي النوع الثاني بنقول عليها أمريكان تربانوزوما. بكده أنا حاولت أبسط لكم الموضوع الليشمانيا والتربانوزوما بشيء كده من التبسيط. أما الفيديوهات الثانية والجاية هنشرح بقى كل من نوع كده في الليشمانيا، سواء الليشمانيا أو التربانوزوما كده بشيء أكتر تفصيلا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.